السلام عليكم. اول حاجه مرحبا بكم. انا سيدي امراه عاديه كايها الناس، خدامه تنوض الصباح تنخدم على راسي، تنكبري على وليداتي، كنمشيو مع الوقت والسفينه دايزه والحمد لله على كل حال. لاله لطيفه عاودي لنا اشنو وقع بالضبط حتى تبونس هذاك الفيديو وتشهرتي مع هذاك السائح البرتغالي وهو تيسولك يعني على مسمان او لا تياكل عندك. هذاك السيد سيدي جا تيصور عادي كايها الناس، صور قال لي واش ممكن نصور؟ قلت له صور. فعلا صوبت لي المسمنه، عجبو الحال حطيتها ليه. الا شتي في الفيديو راه هو تياكل وانا خدامه، ما مسوقاش ليه اصلا، ما عرفاش. وقلت السيد كان تيشكر فيه وانا ما عارفه، لان اللونجلي عندي شويه نقرمش بها، تنقول لهم مروكو ديس انجليش فور بيزنس، تيبداو يضحكوا. ايوا بقيت خدامه عاديه، ما عرفتش بانه بيلونسي هكا بهذه الطريقه، وتبارك الله عليه تا والله يعطيه الصحه، شكرني الله يعطيه الصحه، شكرا بزاف. لاله لطيفه كيفاش جات الفكره بعدا تعلمتي اللونجلي وعندك حتى الصبليونيه حتى هي؟ واش نقول لك لونجلي شويه، لونجلي يلاه حدي انا المسلمان وكذا كذا، الا قال لي شي بلاصه ولا شي حاجه ما نعرفش. الصبليونيه شويه تنقول هولا كوم طيبين، تيبداو يضحكوا عليا الصبليون، تيقول لي تبارك الله ما عندنا من تسارك. وتنتعامل معاهم كايها الناس بحال بحال، ما عنديش انا الفرق، تيعجبهم الحال. كاين اللي مسكين تيصورني، كاين تيقول لي نصور معاك، كاين كل واحد كي تيدير التعامل معايا. ولكن ما عندي ما نقول، اغلبيه تبارك الله عليهم، عمرني ما جاتني شي شكايه من شي قاوريه ولا شي قاوري، الحمد لله. وكيفاش جات الفكره باش سولك شنو هو هذا وتقولي ليه بيتزا ماروكان؟ كيفاش جات الفكره باش تسميه بيتزا؟ انا تنقول لهم بيتزا ماروكان، هذه ديال الفرماج الزيتون راه ديالي انا، راه ما تمشيو تلقاو حتى شي بلاصه. وتيبداو يضحكوا، كنقول لهم بيتزا ماروكان، ديسيس ماروكان بيتزا، اونيون توماتوز بابريكا بيرسيل، هذاك الشيء الحشوه اللي كندير فيها. ومن بعد كنقول ليه هاف تشيز ان اوليف سبايسي، تيقول لي يس، وتنقول لي واخا مرحبا، وتنصاوبها ليه وتياكلها وتيعجبوه الحال. وبعض المرات راه كاع تيصاوبوها لهاد الدراري اللي حدايا، كيديروا فيها الكفته ولا كيديروا فيها الدجاج وكيديروا فيها وكيعجبهم، كنقول لهم شاورما ماروكان والساعه دايزه. يعني دابا انت تبيعي لهم بيتزا ماروكان وشاورما ماروكان؟ كاينه شاورما ماروكان حيت فيها الدجاج ولا فيها الكفته، تاخذها من عند الناس؟ اي كنعطيهم المسمنه وكيعمروها لهم. وبالنسبه لك يعني هذا الثمن اللي تديري لهم انت، واش هو ثمن مناسب؟ ايوا هو ثمن مناسب بالنسبه، راه عرفتي كلشي دابا تبارك الله غلا، راه الزيت غلات وكلشي طلع، وحنا غاديين مع الوقت. وبالنسبه راه تندير الفرماج، تندير الزيتون، وكندير الحار وسطار، ماشي حتى الحار داك الهريسه ديال العيانه، كندير لهم سطار الحار داك البيدو، وكنصايب لهم سميتو. المهم البنه، المهم هو شنو المشكله؟ هو ان البنه وباقي طري، هو فين تيعجبهم، تنصايبها سيغ بلاص. ويعني من غير من بعد هذا البرتغالي هذا، واش جاو عندك ناس السياح اللي شافوا الفيديو جاو عندك؟ كاين واحد السيده المانيه هي وراجلها، وكاين واحد تركي شافني في اسطنبول، وكاينه سيدي واحد الفرنسيه حتى هي. وكيفاش جاتك يعني الاصداء بالنسبه للمغاربه حتى هما؟ ما كانش شي حاجه جاو الناس تيزوروك حتى هما المغاربه جاو تيشوفوك؟ المغاربه تيكونوا دايزين، تيقول لها هي مولات المسمنه، هي مولات 15 درهم، وتيقول لها، تنقول لهم ياك ما كاينش شي مشكل، تيقول لي لا الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك، شرفتي بينا وشرفتي بالمراه، ما عندنا ما نقولوا، الله يعطيك الصحه. لطيفه، اشنو ممكن تقولي للسياح كاملين اللي تيجيو لمراكش؟ ونقول لهم مرحبا بكم، ما تخافوا والو، ما يكون غير الخير، واذا كانت شي حاجه ولا شي تقدروا انكم تهضروا على راسكم، ما تبقاوش ساكتين، لان واحد الانسان يقدر يزويكم وانتم ساكتين. اذا عجبكم الحال جيو. وحتى المغاربه تنقول لهم تكيسوا شويه على النصارى باش يبداو يجيو عندنا، لان مراكش راه ولا معروف عالميا، وخاصنا ديما نعطيو صوره زوينه لمراكش وعيالات مراكش. هادشي اللي كاين. شكرا.